السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعاتي الغاليات، بارك الله فيكم جميعا. قبل الخوض في غمار هذا الفيديو أو غمار هذه الفائدة الروحانية، أرجو منكم أن تشتركوا في القناة التي سأضع لكم في صندوق الوصف، فستكون فيها قراءة مجانية لكم، وكذلك ستكون باللغة العربية، لأن الكثير منكم أحبابي في الله يستعصي عليهم فهم كلامي لأنهم يجدون صعوبة فيه. لذلك يشتركوا في تلك القناة، وأي وحدة راحت واشتركت يا رب ترزقها فرحة تذيب قلبها من الفرح، وتسمع خبر جميل إن شاء الله في هذه الليلة المباركة. فيا رب تيسر أمور متابعاتي وتبعد عنهم شر الخلق، وتعطيهم فرحة ما لها مثيل يا ربي في هذه الأيام المباركة. فيا ربي يا ربي يا مجيب الدعوات يا رحمن يا رحيم، يسر أمور متابعاتي وحقق لهم مرادهن وكثر رزقهن وكثر أفراحهن وبعد عنهم كل الشرور يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكما عودتكم دائما نشعل الشمع أحبابي في الله. فاليوم أحبابي في الله هذه الفائدة الروحانية رائعة خطيرة، فقط ب7 حبات قرنفل. أقسم بالله ب7 حبات قرنفل سيحبك حبا شديدا ويطيعك طاعة عمياء لا مثيل لها. كل من رآك حبك حبا شديدا. وكذلك سبحان الله هذه الوصفة تنقسم إلى نصفين، يعني نصف يجلب لك المال ونصف يجلب لك الشخص الذي في بالك، وكذلك يكون لديك قبول وهيبة أينما حللت أينما ذهبت قضيت أمورك ومصالح، تيسر جميع الأمور، تيسر الزواج، تبعد عنك النحوسات والعكس. وإذا سويتها مثلا لشخص معين قسما بالله سيعود لك باكيا خاضعا يقبل رجليك لكي تسامحي. جربوها بنيتكم والله العظيم ستنصدموا من النتيجة. فأول شيء أحبابي في الله نحتاج 7 حبات قرنفل. 7 حبات قرنفل أحبابي في الله. تابعوا الفيديو من الأول حتى الأخير لكي تفهموا الفيديو جيدا. نحتاج أحبابي في الله 7 حبات قرنفل. 7 حبات قرنفل. فأول شيء نأخذ القرنفل نضعها مثلا في إناء هكذا، ونصب عليها القليل من ماء الزهر، ونتركها هكا تنقع مدة 10 دقائق أو ساعة. المهم 7 حبات من القرنفل. بعد ذلك نزيل هذه الحبات القرنفل التي غسلناها بمية الزهر، ننشفها، ثم بعد تنشيفها جيدا نضعها في قطن أو في ثوب أبيض، سواء قطن أو في أي شيء أبيض، حتى لو كان ثوبا أبيض اللي متوفر عندكم. تأخذين هذه 7 حبات قرنفل وتلفينها في هذا الثوب الأبيض أو في القطن، وتضعينها تحت وسادتك لمدة ليلة كاملة. فقبل النوم تضعين هذه الحبات القرنفل تحت وسادتك حتى الصباح. أتمنى أن تفهموا الوصفة. ففي الصباح عندما تستيقظين أول شيء تفعلينه تفتحي هذه وتقول بسم الله. هذه الوصفة تعمل في أي وقت وفي أي يوم، لا حرج في ذلك أحبابي في الله. الأذان يؤذن أحبابي في الله، سأذهب أتوضأ وأصلي، بعد ذلك أكمل لكم الوصفة أو الفائدة الروحانية أحبابي في الله. فأحبابي في الله عند الاستيقاظ صباحا تزيلي ذلك الثوب الذي كان تحت وسادتك، وتأخذين 7 حبات القرنفل التي كانت داخل الثوب والتي كانت تحت رأسك، تضعينها تحت لسانك وتقولين هذا الكلام، تقولين هذا الكلام 7 مرات. يعني تضعينها تحت لسانك وتقولي زينت سبحان الله تلعتم لساني. زينت للناظرين، كل من رآني غرم بي وأحبني حب الجن الأزرق لعنتمون، فكثروا من رزقي وأبهجوا حياتي. أعيد، تقولين زينت للناظرين وكل من رآني أغرم بي وأحبني حب الجن الأزرق لعنتمون، فكثروا من رزقي وأبهجوا حياتي. تقولين هذا الكلام وهذا القرنفل تحت لسانك 7 مرات.
بعد ذلك تخرجين هذا القرنفل من فمك، تضعينها جانبا، وتأخذين ورقة بيضاء على هذا الشكل، ورقة بيضاء على هذا الشكل، وتأخذين قلم أحمر. سأريك ماذا ستكتبين على الورقة، لأنني كلامي لا يكون مفهوما كثيرا. بسم الله، أريد ورقة، فتكتبين في الورقة بقلم أحمر، أكيد طبعا بقلم أحمر، أريد قلم رقيق لكي تكتبين: جلبت فلان ابن فلانة حبيبك أو اسم أمه ابن حواء. لو ما عرفتيش اسم أمه، حتى زوجك، حتى خطيرة في التهييج والجلب، حتى الرزق. سأقول لك كيف تستخدمينها في الرزق. جلبت فلان ابن حواء أو ابن فلانة جلب، يعني جلبت فلان ابن فلانة جلب بدون يحس بضعيف، وتعب. ويمرض في صحته، وينسى حارته، وبحضوري يزهر كالنوار، ويولي سيد الرجال. الوحى، العجل، الساعة. يكتب هذا الكلام في ورقة بيضاء على هذا الشكل، تكون ورقة غير مسطرة، هذا الشكل يعني ورقة صغيرة جدا بقلم أحمر. أنا كتبته لكي بقلم أحمر أحبابي، ورقة تكون صغيرة تكتبين هذا الكلام: جلبت فلان ابن فلانة جلب بدون يحس بضيم وتعب، يمرض بصحته وينسى حارته، وبحضوري يزهر كالنوار، ويولي سيد الرجال. الوحى، العجل، الساعة. أبين لكم الكتابة. بعد ذلك أحبابي، عندما كتبتم هذا الكلام في الورقة البيضاء غير مسطرة، تأخذون حبات القرنفل السبعة أحبابي، تأخذين 7، هذه 7، تأخذين منهم 6، تضعينهم في هذا الورقة وتحرقينها. وهذه الورقة تنحرق، ذاك الشخص الذي عملتي له هذه الوصفة قلبه ينحرق وعقله ينحرق وحتى شهوته تنحرق عليك أنت فقط. وهذه الحبة اللي بقيت، لأنه عندنا 7 حبات من القرنفل، الحبة اللي بقيت تحطيها دائما في جسدانك، أو في يعني حقيبتك. قسما بالله العلي العظيم سوف تنصدمين من كثرة الأموال وكثرة الرزق، وستنصدمين كلما خرجت من بيتك. الأعين ستكون عليك، ستسرين الناظرين، سيكون لك قبول وهيبة رباني. سبحان الله، كل من رآك أعجب بك وأغرم بك وزينت للناظرين، يعني سبحان الله. هذه من المجربات خطيرة جدا، جربوها قسما بالله، سوف يطيعك طاعة عمياء، وسيحبك حبا شديدا، والناس ستحبك، وستكون لك كلمة ويعني وسلطة في مجتمعك أو في محيطك، ورزقك سيأتي إليك إلى رجليك. سبحان الله، جربوها ولا تفقدوا الأمل، سهلة وبسيطة، ولا تخافوا أي شيء، يعني في أي يوم وفي أي توقيت. ويا رب تجازيكم وتيسركم أموركم، وأهم شيء النية.